في يوم من الأيام كان في شاب اسمه علاء، شاب بسيط من حي شعبي. ظروفه مش سهلة وأحلامه كبيرة، بس الفقر كان ماسك في رقبته زي الكلاب. في يوم كان ماشي في السوق، لقى راجل كبير في السن وقع منه ظرف صغير. علاء بص حواليه، محدش واخد باله. فتح الظرف بسرعة، لقى في 100 جنيه. وقف علاء وفضل يبص للفلوس وقال لنفسه: هي بس 100 جنيه، مش حرام يعني؟ ده حتى ما يعرفش إنها وقعت وأنا محتاجهم. أخد الفلوس واشترى بيهم سندوتش وكوباية عصير وارتاح. بس من اللحظة دي لو بتحب الله اشترك في القناة، كل حاجة بدأت تتغير. تليفونه وقع واتكسر. تاني يوم خبطته عربية وهو نازل. وتالت يوم اتفصل من الشغل. بدأ يسأل نفسه: هو أنا معمول لي عمل ولا دي لعنة؟ بعد أسبوع وهو قاعد مع صاحبه سامي، حكاله على اللي حصل وقال له: أنا يمكن تكون ال100 جنيه دي حرام، بس هي مبلغ بسيط يا أخي. رد عليه سامي بكلمة قلبت دماغه: مش المبلغ اللي يحدد الحرام، دي النية. وسرقة القليل زيها زي سرقة الكتير، ربنا بيختبرنا في التفاصيل. سكت علاء، وقام في نفس اليوم راح المسجد وحكى للإمام. الإمام قال له: يا ابني، اللي يرجع لربنا عمره ما يتأخر. ابحث عن الراجل لو قدرت، ولو معرفتش تصدق بالفلوس بنية إن ثوابها يروح له. وفعلا علاء صدق وتاب، وربنا كرمه بشغل تاني أحسن، وأصبح كل ما يشوفه فلوس في الشارع يرجعها لصاحبها أو يسيبها في مكانها.